تخيل لو أن إنسان عرف منذ البداية أن كل ما يمر به ليس عبثا، وأن كل انكسار هو جزء من طريق طويل لا ينتهي عنده هو، وأن الحياة لا تقاس بحدة الألم بل بمعناه ومآله. والله مش هيتحول الألم إلى هاوية ولا حاجة، هيصير طريق للنضج. لكن لما تنتزع من الإنسان المعاني دي هيصبح الألم أكبر من حجمه، خلاص، فيظن أن لا خروج. المشكلة ليست في وجود الألم أو في الاستهانة به، بل زي ما الشيطان ممكن يسول ليكم ان اللي انتوا بتسمعوه ده استهانة بالآلام. المشكلة ليست في وجود الألم بل في فقدان المعنى الذي يحتضن الألم. لما بنفهم ان الدنيا ممر، وان الكبد سمة بشرية، وان النهاية ليست هنا، وان العدل الكامل مؤجل الى دار اخرى، وقتها يعود الألم لحجمه الطبيعي. ايه هو حجمه الطبيعي؟ وجع في طريق طويل وليس نهاية القصة. ليس نهاية القصة، فاوعى تكون فاكر ان دي نهاية القصة. في أقوام أتوا للدنيا وجدوا أنفسهم لا صحة ولا مال ولا جمال ولا نسب، وعاشت حامدة راضية بقضاء الله وقدره. إخواننا في فلسطين بيوت اتهدت، مش بقى شقة وسكن، بيوت راحت وعيال مفقودة وبتاع، وكتير آلاف منهم خلاص الله أكبر عليهم. رضا لو وزع على أهل الأرض لأوسعهم. واخدين بالكم؟ في ناس كانت عندها المال وابتليت بضياعه، كانت بنت جميلة وابتليت بمرض أو حادث ضيع جمالها، كانت من عائلات بيشار لها بالبنان وابتليت العائلة كلها خلاص بعضو واحد منهم بعد عن ربنا ألحق بها العار وسط الناس. واحدة كانت معافى وصحتها ما شاء الله ممتازة، وفجأة ابتليت بمرض غير حياتها بالكلية. كانت بتروح الجيم، استبدلت زيارات الجيم والفسح والخروج لزيارة لمركز غسيل الكلى يوم ويوم، أو مستشفى سرطان وكيماوي وإشعاعي، أو حبيسة كرسي متحرك طول العمر. كانت حرة طليقة وفجأة أصبحت حبيسة السجون لسنين طويلة، محرومة من أبسط معاني الحياة. كانت في وسط أولادها وفجأة راح الأولاد كلهم في حادث أو وباء. كل هؤلاء ذاقوا مرارة الفقد وألم الحرمان ولوعة الفراق، ومع ذلك عاش كثير منهم على الرضا، وجعلوه بتوفيق الله يملأ قلوبهم ويشع من وجوههم سبحان الله الرضا والنور، نور الإيمان بقضاء الله، محتسبين المصاب ده عند الله سبحانه وتعالى.